المثل بيقول لك ما تحكمش على الكتاب من الغلاف بتاعه، وانا ما مشيتش ورا المثل ده. ليه؟ لان انا اول ما شفت البوستر زي ناس كتير قوي اتقفلت. ايه يا عم المسلسل ده جايبين لنا شباب صغيرين بطولة ياسمين العبد وجلو زياد زازا في عمل قبل كده ما كانش عاجبني اداؤه فيه، ولكن انا اتصدمت من اداء زياد، دوره في المسلسل، الشخصية، حاجات كتير قوي بهرتني. واللي بهرني اكتر مين هو المؤلف بتاع المسلسل ده، وايه هي فكرة المسلسل والاحداث ماشية ازاي. انا اتفرجت على اول 3 حلقات فجاي اقول لك رأيي في المسلسل، ينفع مين ما ينفعش مين، ايه الرسالة المطلوبة منه الموجهة ليه، المسلسل هياخد كام من 10، توقعاتنا لباقي الحلقات، كل الحاجات دي هنعرفها بالتفصيل. يلا بينا نبدأ. مسلسل ميد ترم من اخراج مريم الباجوري، مخرجه لسه جديده، عملت اعلانات، عملت حاجات بسيطه ولكن كلها كانت حاجات ناجحه. اللي خلاني اتفرج بقى على المسلسل اكتر واللي صار فضولي ان انا اشغله واتابع الاحداث بتاعه واعمل لكم الفيديو ده هو المؤلف محمد صادق. هو مش بس مؤلف، هو روائي. اقول لك اعماله، هو اللي كاتب روايه هيبتا اللي اتعمل الفيلم بتاعها سنه 2014 بطوله ماجد الكدواني، بطوله ناس كتير قوي، وكتب روايه طال غريب وروايه بضع ساعات في يوم ما. فمؤلف قوي في البداية مع مخرجة لسه جديدة بدماغ جديدة بدراسات جديدة واخدة شهادات حلوة قوي، فمبدعة في الشغل اللي عملته. فتعالى بقى نتوقع ونشوف المسلسل بيقول ايه. احسن ما انا ما كنت متوقع بكتير قوي. ابطال العمل: ياسمين العبد، جلا هشام، زياد زازا، يوسف رأفت، امنية باهي، دنيا وائل، ريم رأفت، بسنت ابو الباشا، واميرة العيدي، وحسام فارس، واحمد عزمي، والاء سنان. وفي بقى مفاجأة هنكتشفها، وهو ميشيل مساك ده هيظهر بقى في حدث، في حفلة. هيظهر امتى الله اعلم. واللي جنني واللي انا عرفته من صوته لسه ما ظهرش كفيس كده في المسلسل، هاني عادل، وده هو اللي بيدور الاحداث ولكن بطريقه غير مباشره. ليه؟ لانه عامل ابلكيشن علاج نفساني ومحدش فيهم عارف حد ومحدش بيتعرف على حد ومحدش بيعرف حد، وعامل ابلكيشن بيعالج بيه نفسيا وفور فري. عامل حاجه جامده جدا. يا ريت الحاجه دي كانت موجوده في زمني، موجوده وقتي. الوقت انهي اللي المسلسل بيناقش فيه القضيه، بيناقش قضيه بتبقى في كل بيت، بيناقش قضيه بتقابل كل الشباب، بالذات الاعمار بتاعه تحول الفكر من ثانويه عامه لدخولهم الجامعه. الاهتمام والتحول بيكونوا 180 درجه، مع التحول في الشخصية ذات نفسها، بالإضافة لأنهم بيتعرضوا لعلاقات مع أشخاص كل واحد عنده مشكلة نفسية ما نابعة من الأسرة اللي هو ناشئ فيها. ومثل المسلسل في أول 3 حلقات إن هو مش عارض لك مشاكل نفسية لأسرة فقيرة، لا، ده في أسرة فقيرة، في أسرة غنية، في ناس منفصلين، في ناس منعزلين، في ناس عندها مشاكل أسرية وناس مدمنين، في ناس عندها مشاكل انفصال، في 2 عايشين مع بعض بالعافية. فكل دول بتنشأ من تحتهم أطفال وأولاد عندهم ظروف أو عندهم تخيلات إن الأهل مقصرين في حاجة معينة، ولكن دي بتبقى ظروف غير مظبوطة أو ظروف غير ممهدة لأي حد إن هو يحب إن يعيش في الظروف دي كأسرة وكشباب صغير برضه. وبيبدأوا بقى يكونوا علاقات، يكونوا صحاب، يعملوا شلة مع بعض. وأحداث المسلسل ماشية بترتيب حلو قوي. ظهور زياد زازا باللبس بتاعه والستايل والشخصية، وكمان دخل في حته صايعه قوي. قال لك ان انا مريض ADHD، يعني عندي انا مريض متوحد. فدي حاجه حلوه ان في قضيه بتتناقش دلوقتي، في قضيه زي قضيه الادمان اخو التاني، في قضيه زي مشاكل الانفصال، في قضيه زي مشاكل ان في اسره معينه بتمر بظروف معينه عشان يظبطوا علاقتهم قدام الناس، مش هاممهم هم يعيشوا في البيت ازاي. عندك بقى ياسمين العبد، ايه يا بنت الحلاوه دي، ايه الاداء الجبار ده، ايه الشغل العالي اللي انت بتعمليه ده. داخله في شخصيه طفله 18 سنه لسه يا دوبك بتخش الجامعه وبتشوف الدنيا، وعندها خوف من الاختلاط مع الناس وخايفه تكون صداقات، وبتلبس مع جلا اللي هي المفروض ان هي اشهر واحده في الجامعه، البت الستايلست اللي مفيش منها 2، اللي بتشغل دماغها، اللي بتعمل فيديوهات على السوشيال ميديا. فالاثنين علاقتهم ببعض متناقضه 180 درجه، ولكن بيظهر صديق مشترك في النص هو اللي بيعرفهم ببعض عشان خاطر يعملوا ايه، يخشوا الابليكيشن بتاع الثيرابي. ليه؟ عشان يبداوا يعالجوا مشاكلهم النفسيه. ولكن جلا
دماغها وانا خايف من جلا باقي احداث المسلسل. هي بتخطط دلوقتي وجندت ياسمينة معاها عشان يبداوا يصاحبوا ويكونوا شله من الناس المرضى اللي موجودين معاهم في الجروب بتاع العلاج النفسي. فانا خوفي منها ان هي في اخر المسلسل، وخليكم فاكرين الكلمتين دول قوي، ولو حصل في اخر المسلسل الكلام اللي نقوله ده هستناك ترجع في الفيديو هنا تقول لي يا دولي انت كان عندك حق. كيف هتلبس ياسمينة وتعمل لها حوارات وهتسبب مشاكل نفسيه اكتر للشباب اللي موجودين عشان مش ورا شخصيه غير سويه. هي لغايه دلوقتي مش باينه ان هي غير سويه قوي، باينه فيها حته صغيره كده في اكشن، في سسبنس، عندها فضول زياده عن اللزوم، عايزه تكون صداقات بشكل مختلف. ولكن ان هي تروح لياسمينة الشخصيه اللي عكس شخصيتها 180 درجه وتتكلم معاها وتكون معاها صداقه ويبداوا وتصارحها من البدايه، تقول لها انت فلانه الفلانيه اللي في الجروب الفلاني ولازم نتعاون مع بعض عشان نعمل شله من الجروب ده ونحاول نعمل مغامرات ونكتشف كل شخص فيهم مين شخصيته الحقيقيه. الامتع بالنسبه لي هي فكره المسج اللي بتكون في اخر كل حلقه. يعني كل حلقه انت لو خدت المسج بتاعها ونزلتها بوست بشكل يومي، عايز اقول لك مثلا على مدار 30 يوم اللي هي فتره المسلسل، انت هتنبهر ايه كميه المعلومات دي، ايه كميه الفايده اللي ممكن شخص يقرا بوست فيهم يستفيد منها. اتمنى الناس كلها تاخد البوستات او تاخد الكوت اللي بينزل في اخر كل حلقه وينشروه على السوشيال ميديا. ده رجاء مني ليكم، لان فعلا كل نصيحه بيقولوها صح ومرتبين كل حرف فيها زي ما قال الكتاب. وده طبعا دور الروائي محمد صادق، مش محتاج تعليق 1% على اي كلمه هتقال في المسلسل ده. ولكن عندي تعليق واحد، ليه المسلسل 30 حلقه؟ ليه مش 10؟ ليه مش 15 لو انت شايف ان الاحداث كتير؟ اي نعم هي الاحداث في كل حلقه كتيره جدا وشارحين المواضيع بالتفصيل عشان ما يسقطوش نقطه معينه، ولكن 30 كتير. انا عن نفسي احنا خلاص خدنا بقى المسلسلات 10 15 بالكتير، ده حتى رمضان بقى ينزل فيه مسلسلات 30 ومسلسلات 15 ومسلسلات 10. فكره انك تعمل مسلسل 30 حلقه ولغايه دلوقتي انا ما عنديش اي تعليق على اول 3 حلقات لان هم ماشيين ومليانين احداث والاحداث مترتبه. انا بالنسبه لي شابوه. لو هتستمر في المسلسل ان احنا نكمل باقي ال 30 على هذا النمط انا اوكي معاك مفيش اي مشكله، ولكن هتسرح مننا هنلاقي نفسنا بنمط في حلقات وبنطول ونحط حاجات مالهاش اي لازمه. يبقى كان من الاول خالص خليها 15 حلقه. انا المسلسل بالنسبه لي لحد دلوقتي عشان بيناقش رساله باحترام بادب بالموضوع، بالنسبه لي شايفه مناسب جدا. الشخصيات والشباب اللي انا فخور بيهم ان احنا عندنا شباب صغار يقدروا يقدموا مسلسل رهيب باداء درامي، حاجه ثقافيه، حاجه علاج نفسي، حاجه بالموضوع ده. انا فخور بيكم جدا. المسلسل لحد دلوقتي هياخد 9 من 10 والواحد ده ساقط ليه؟ عشان المسلسل 30 وهنشوف توقعاتنا هل هيجي في اخر المسلسل لما يخلص ونعمل الفيديو ونقول ان هو يستاهل 10 من 10 ولا هنقول كان في حلقات محتاجه تتمط. هل في احداث هتظهر هتنزله من عن 9 من 10 ننزل 8 ينزل 7؟ الله اعلم. ما تنساش تدعمنا باللايك والسبسكرايب واستنوني في التحليل بتاع الفيديو الجديد قريب قوي. انا اسلام الدولي، سلام.